احلى طاجن حلو ممكن تعمليه في الشتاء هو طاجن ام علي. طبعا ما يختلفش عليها اتنين. احلى ام علي ممكن تاكليها، هنعملها النهارده مع بعض بطريقه بسيطه وسهله وجوسي زي ما انت شايفه كده، ولا هتنشف منك ولا اي حاجه خالص ولا هتعجن، بطريقه بسيطه وحلوه قوي قوي. دوسي لايك الفيديو، تعالي بسرعه شوفي معايا هنعملها ازاي بطريقه اكبر المحلات والمطاعم والكافيهات. وتحدي هعملها معاكم النهارده بالملفي المستوي الجاهز. طبعا كلكم عارفينه، بنشتريه من عند اي حد بيبيع كنافه او جلاش او فطير، بيبقى متوفر عنده. الطبق ده انا اشتريته ب 13 جنيه. بصراحه حلو جدا وموفر وعمل معايا كميه حلوه جدا. هبدا بقى اكسره دلوقتي تكسيره كبيره شويه مش صغيره، علشان لسه طبعا هنحط له لبن، فممكن يبوش منك ويعجن، فتبقى التكسيره بتاعته كبيره شويه. طبعا زي ما معظمكم عارفين، عجينة الملفيه داخل في العجينة والفرد بتاعها كمية كبيرة من الزبدة، فأنا مش هحط في الطاجن بتاعي تاني لا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة، هكتفي بالمادة الدهنية الموجودة فيه. بعد ما كسرت كمية الملفيه بتاعتي كلها بالشكل ده، اكتشفت في الآخر إن البولة بتاعتي صغيرة، فجبت بولة كده أكبر وفضيت فيها الكمية بتاعتي كلها. هجيب بقى كده عندي اي مكسرات موجوده باي كميه زي ما انت حابه براحتك. انا ضفت هنا فول سوداني وزبيب وجوز هند، حابه بقى تزودي كميه تاني او تزودي انواع تاني زي ما انت عايزه براحتك، ده يرجع لك، والموجود عندك اشتغلي بيه. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وهركنهم بقى كده واجيب البولات بتاعتنا الصغيره، طواجن الفخار الصغيرة أو بولات البايركس الصغيرة، أو قالب البايركس الكبير، تحطيهم كلهم كده فيه مرة واحدة زي ما انت عايزة. أنا عن نفسي بحب جدا الطواجن الصغننة دي، بحب كل واحد كده يكون ليه طبق صغير لوحده مخصص ليه. ببدأ أملاه زي ما انتوا شايفين كده للآخر، وامليه كويس قوي علشان دلوقتي لما ننزل عليه باللبن الكمية دي هتكش معاكي، فأنا عايزة الطاجن بتاعي يكون كده مليان شوية. طبق الملفي ده عمل معايا كمية حلوة وعدد حلو كده من الطواجن، وطبعا كل ما قللتي الكمية بتاعتك في كل طاجن هتلاقيه عمل معاكي كمية أكبر. ده كده شكله، هركنه بقى كده واجيب هنا عندي كيلو من اللبن، يعني 4 كوبايات من اللبن. هضيف بقى عليهم حوالي 5 معالق من السكر او حسب الرغبة زي ما انت عايزة، واضيف كمان عليهم باكت من الفانيليا البودر. هقلبهم بقى كويس جدا، وعايزه اقول لكم اللبن ده مغلي، يعني سخن جدا جدا، ما ينفعش يكون اللبن بتاعنا بارد خالص. بعد ما قلبتهم بالشكل ده، ومش هضيف اي حاجه تاني في اللبن زي ما قلت لكم، عجينه الملفيه نفسها فيها كميه زبده كتيره جدا، فكفايه كده علشان ما تبقاش دسمه قوي. هنزل بقى عليها باللبن زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بغرقها خالص وبغطي الملفيه بتاعي كله باللبن، علشان يبقى معايا جوسي كده بعد السوا، وما تكونش معايا معجنه وماسكه في بعضها. وزي ما قلت لك، كل ما قللتي كميه الملفيه جوه الطاجن كل ما عملتي طواجن اكتر. وبرضه ينفع تحطيها في طاجن واحد بس وتقطعي منها بعد السوا، زي ما انت حابه، كل واحد حسب ما هو بيحب. كده خلاص، شايفين بقى قد ايه اللبن مغرقها ومغطيها كويس جدا. لازم اللبن يكون بالمستوى ده علشان تطلع معايا زي ما قلت لكم كده بعد السوا جوسي وطريه، ما تبقاش معاكي ناشفه كده ومعجنه. اخر حاجه بقى هعملها قبل ما ادخل الطواجن دي في الفرن، عندي بقى هنا القشطه البلدي او اللي هي وش اللبن. هبدا كده افككها بالمعلقه او بالشوكه كويس جدا عشان تكون سايله معايا واعرف اوزعها على وش الطاجن. هغطي الطاجن بتاعي كويس قوي، علشان طبعا دي اللي هتديلي التحميره الحلوه. انا لا هرش سكر بودر ولا هحط اي حاجه تاني على الوش، يعني القشطه وشكرا على كده. هدخل بقى الطواجن بتاعت الفرن بعد ما ولعتها 10 دقايق على حرارة عالية كويس جدا جدا، وبعد كده طفيت الفرن بتاعتي. يعني بدخل الطواجن والفرن مطفية، بولع بس الشواية تدينا اللون الجميل ده وتسويها لنا كده حاجة بسيطة. يبقى خدوا بالكم، ام علي مش بتخش الفرن والعه، بتخش تحت الشوايه بس، لكن الفرن لازم تكون سخنه كويس قوي قبل ما تدخليها. بتسخنيها بس وبتطفيها، لكن كل اللي احنا عملناه ده بيبقى تحت الشوايه بس. وطبعا طول ما هي كده في الفرن وتحت الشوايه، بتبقى واخده بالك كويس جدا وبتدير الصينيه كل شويه علشان الطواجن تاخد نفس الدرجه الحلوه دي كده كلها. وكمان طبعا زي ما انتم عارفين الشوايه بتلسع كده الوش، وده فيه قشطه، فسهل قوي ان هي تتحرق معاكي. وما اخدتش معايا 10 دقايق كده تحت الشوايه وكانت معايا بالجمال ده. شايفين قد ايه طريه جدا وبتبظ وبتلظ، حاجه كده تحفه. زينيها بقى كده ببولة ايس كريم وكليها بالهنا والشفا، والف هنا عليكم.